السلام عليكم اخواني، شو اخباركم؟ يا رب الكل بخير. طبعا صدمة شفت احد القنوات الكويتية على اساس الدولة الكويتية تمنع الجمهور الكويتي ان يحضر للعراق، وهاي صدمة كل كبيرة. فاتمنى تحطوا لنا لايك وتشاركوا بالقناة واحبكم هواية. طبعا هذا الموضوع شفته منتشر صار له يومين تقريبا، والعالم تحكي بهذا الموضوع. وطبعا هواية جمهور كويتي طلع ويبكي، قال احنا ما عينا بالصراعات السياسية وكذا، احنا نحب الخليج ونحب بطولة الخليج ونريد نتواجد بالبصرة حالنا حال بعض الدول اللي متواجدة. وهذا يثبت لك صدمة. اليوم اكو هواية ناس تدخل السياسة بكرة القدم، والبصرة مفتوحة والعراق كله مفتوح والدخول مجاني، وكل الهلا بالضيوف تجون بالعشار على الكورنيش بالملاعب ببيوتنا. انتم اهل البصرة تعرفون سووا اشياء كلش حلوة. واحدة من ذن الاشياء فتحوا 2000 بيت للناس اللي تجي تشوف اللعبة. ثاني شيء مضايف اهالي البصرة موجودة، شيوخها وناسها، الناس جاي ترحب، الناس جاي يسوي اشياء كل جميلة. يعني اليوم البصرة راح تحتضن هاي البطولة بعد تقريبا 40 سنة ما صايرة بطولة بالعراق. وهنا احنا نفرح من نشوف اخواننا الخليجيين موجودين. وهنا راح يجيك واحد يسأل يقول لك ايه واكو اشياء وراح يصير بالملاعب والجمهور. حبيب قلبي ملاعب جميلة، جمهور العراقي يخبر، راح تكون بطولة مميزة. فاحنا نريد وقفتكم ويانا تجون وتشوفون البصرة وجمال البصرة. والله العظيم كل شخص ما راح يجي راح يتندم على جمال البصرة. فكتبوا لنا بالتعليقات من راح يروح لو لا. وانا احكي لك واحد من الناس اروحا بس ما حصلت تذكرة دخول، لان التذكرة صارت سعر 150 ل 200 الف وما موجودة بالاسواق. وهنا ما ادري شو اقول لكم، وان شاء الله نتواجد نساند منتخبنا الوطني وبكل الظروف. وكتبوا لنا بالتعليقات تروحون لو لا.